انا كماما انبسطت فعلا. يعني خليني اوجه تحيه كبيره جدا جدا للست اللواء كامل الوزير. اولا الحماس اللي هو بيتكلم بيه ده هو حماسه مع كل الناس. يعني احنا قبل ما نسجل معاه شفناه هو بيكلم بعض المهندسين مدنيين وبعض الضباط من القوات المسلحه، وراح لقى اطفال كده كان يعني طلعنا معاهم من جمعيه رساله نور على نور. هو يعني حماس اللي بيحب البلد دي، حماس اللي حاسس بانه صاحب رساله، ودي مهمه جدا جدا جدا. حماس اللي شايف انه مصر تستحق، مهمه الجمله دي، انه مصر تستحق ان الانسان يتعب لها ويضحي لها ويبذل مجهود من اجلها. فالحقيقه انا بشكره جدا 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 الوقت اللي اداهولنا، لكن طبعا الوقت اللي اداهولنا ده شيء صغير جدا مقابل اللي هو بيعمله. الراجل ده يعني الجنود والعمال والمهندسين حتى المدنيين يقول لك بنشوفه في كل حته، في كل مكان يقول لك يتواجد في بعض في اكثر من مكان في نفس الوقت. دأب على طول، اتحرك على طول. يعني كنت راكب معاه في العربيه، التليفون بسرعه كذا اعمل كذا، يبقى ذهنه حاضر، التصور العام للمشروع في ذهنه. يعني انا مش عايز ابالغ ان اقول هذا اختيار موفق للغايه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نرى على يديه وعلى يد زملائه من العسكريين والمدنيين ما يسعدنا.